هذه الجنة لا يدخلها إلا الطيبين، كما قال الله جل وعلا في سورة الزمر أن الملائكة ينادون أهل الجنة فيقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد فسر أهل العلم هذه الآية بقولهم طبتم أي قد طابت أقوالكم وطابت أفعالكم وطابت أعمالكم وطابت سرائركم وطابت ظواهركم فادخلوا الجنة خالدين. وأما من كان من أهل الإيمان في أهل الدنيا وممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان عنده شيء من الخبث فإنه إما أن يطهر حتى يكون طيبا في الدنيا فيرسل الله عليه من البلايا والمصائب ما يطهره من معاصيه حتى يمشي على الأرض فلا تكون عليه خطيئة واحدة ليدخل الجنة طيب. ومنهم من يعاقب في قبره فيضم ضمة في القبر تزيل كل خبثه أو يحاسب أو يصفى في نار جهنم والعياذ بالله حتى يدخل الجنة طيب، أنه لا يمكن أبدا أن يدخل أحدنا الجنة وفيه مثقال ذرة من خبث. ولكن الطيب سبحانه وتعالى لأنه طيب جل جلاله ينادي عبده يوم القيامة فيقرره على ذنوبه ألم تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا فيقول بلى يا رب. انظروا إلى هذه من طيبه جل جلاله أنه يقرره على الصغائر ولا يقرره على الكبائر فيقول يا عبدي ألم تفعل كذا فيقول بلى وهو مشفق من الكبائر يعلم نفسه ماذا فعل فيقول الله اذهب فقد سترتها عليك اليوم وأنا أغفرها لك، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيدخل الجنة فيقول يا رب ما زال هناك ذنوب، لأنه يقول اذهب فقد سترتها عليك اليوم وأنا أقلبها لك حسنات. فيقول العبد لأنه يطمع أن تقلب الكبائر الآن وقبل قليل كان خايف أن تفضح فيقول يا ربي يا ربي ما زال هناك لي ذنوب. فيبتسم الله وهنيئا لمن ابتسم الله له. يذهب فيأخذ كتابه بيمينه فيذهب لأهل المحشر وهو قبل قليل خايف أن يفضح أو خايف أن يؤتى باسمه، لا يريد الناس يعرفوه لما يعلم بما عنده من الذنوب. فيقول لهم اقرأوا كتابي